بصي يا بنتي يا نعمة، بصي. ابص على ايه يا بنتي يا سعديه؟ بصي على الجدع اللي واقف هناك ده جنب المراجيح. الافندي اللي لابس بدله وعليه القيمه دي؟ ايوه هو. مال في ايه؟ ده من ساعة ما دخلنا المولد وعينيه ما نزلتش من عليا ابدا. الله، وانتي ايه يا بنتي اللي خلاكي تاخدي بالك منه؟ اصل عليه القيمة قوي قوي يا نعمة. لا حيلك يا اختي، ما تطلعيش في العلالي هد كده لحسن تقعي. ده بيه يا بنت من بتوع البندر. وفيها ايه يعني لما يكون من البند؟ الله، هو انا وحشة ولا وحش؟ لا يا اختي ما انتش وحش، بس الظاهر عليك انك نسيتي هو ايه وانتي ايه. ليه؟ هو انا بقى ايه يا نعمة؟ أمينة. ايوه يا شوكة. انتصرنا يا أمينة، انتصرنا. ايه؟ المجلس وافق على انتخابي بالإجماع، ما كانش فيه ولا صوت ضدي. الف مبروك يا شوكة، الف مبروك. انت عارفة ده معناه ايه يا أمينة؟ ايه؟ معناه ان مرتبي، عن اذنك دقيقة واحدة لما اقفل الشباك. لا خليك انت، انا اقفل. ياه، ايوه كده. يا ساتر، انا مش فاهم الناس دي كلها جت منين، ما يعرفوش يتكلموا بصوت واطي ليه؟ ما هو مولد بقى يا شوكة، مولد. ما فيش غير الحتة الواسعة اللي قدامنا علشان يعملوا فيها المولد. المهم، انت كنت عاوز تقول ايه؟ كنت عايز اقول يا ستي ان مرتبي هيزيد قوي يا أمينة. على العموم بقى هم عرفوا يختاروا الراجل المناسب في المكان المناسب. طبعا يا شوكة طبعا، ومجلس الإدارة عارف كده كويس، وخليل عبد القادر. خليل عبد القادر، يا ما نفسي اشوف وشه دلوقتي. على العموم هو لسه ما عرفش، هيعرف بكره الصبح. ولما يعرف يا شوكة اظن هتقوم الحرب بينكم. حرب ايه يا أمينة؟ لا، خليل عبد القادر خلاص عجز، ما بقاش حمل حرب. انا كسبت المعركة والساحة بقت بتاعتي خلاص، وعرفت مكاني فيها. لا مؤاخذة انا يا سهام تعالي، يا سهام تعالي واسمعي الخبر اللي هقوله لك. معلش دلوقتي يا شوكة، معلش، علشان عاوزة أروح أدور على سعدية. سعدية مين؟ الشغالة؟ أيوة. ودي راحت فين دي؟ راحت المولد. مولد؟ وايه اللي خلاها تروح المولد؟ الله، خدت إذن، بس كان لازم ترجع من بدري، علشان كده أنا زعلانة منها قوي. طب مش اسمعي الأول الخبر اللي عاوز يقوله لك شوكة، ده خبر هيفرحك قوي. صحيح يا شوكة؟ طبعا. طب بقول لك ايه، خليه لما ارجع، اصل انا مستعجله دلوقتي. بقول لكم ايه، انا مش هتاخر، بس البنت دي لازم تتعلم انها تسمع الكلام. عن اذنكم. الله، هي راحت فين؟ الله، انا مش شايفاها، مع اني قلت لها ما تبعدش عن البيت. هي فين بس يا ربي؟ اهي هناك اهي. سعديه، يا سعديه. ايوه يا استهانة، تعالي. حاضر. فوتك بعافية يا ست الافندي. ايوه يا استهانة، انا اهو. بقول لك ايه يا سعديه؟ ايوه. اتاخرتي كده ليه؟ انا مش قايله لك ما تتاخريش؟ اصل يا استهانة انا مش قايله لك ما تبعديش عن البيت؟ اصل يا استهانة ومين الجدع اللي كنت واقفه تتكلمي معاه ده؟ اصل يا استهانة. خلاص، ولا اصل ولا فصل، روحي استاذني منه وتعالي ورايا على طول. حاضر يا استهانة. وهي البنت اللي اسمها سعدية دي ما وراهاش شغل تعمله؟ واشمعنى هي يعني اللي تسمحوا لها انها تروح المولد وما سمحتوش لبقية الشغالين؟ اصل بقية الشغالين يا شوكة ما هم زي. كملي. ما هم زي ايه؟ ما هم زي سعدية. ليه؟ هي مش شغالة زيهم ولا مش شغالة؟ واذا ما كانتش شغالة تبقى بتعمل ايه هنا في البيت؟ تقدر تفهميني؟ سهام عاوزاها وما تقدرش تستغنى عنها يا شوكة، بتساعدها في ايه؟ يا شوكة ما تنساش ان اهلها كانوا عايشين معانا في العزبة من مدة طويلة، وسهام كانت صاحبة اختها الكبيرة لما كانت سعدية لسه عيلة صغيرة. ومال؟ ما هم كلهم ولاد العزبة بيصاحبوا بعض، لكن الصحوبية دي بتنتهي لما العيال بتكبر وكل واحد يروح لحاله يا أمينة. ايوه، لكن سهام بتقول ان البنت محتاجة لها، مع ان انا بقى شايفة الحكاية غير كده خالص. قصدك ايه؟ قصدي ان سهام هي اللي محتاجة لها علشان تملى عليها الفراغ وتشغلها شوية بعد 3 سنين في العزبة. وحتى اذا كانت عايزة حد يشغلها ويملى عليها الفراغ ما دورتش على حد من عائلتنا ليه؟ لازم تفحت وتزرع وتاخد واحدة من الفلاحين. ثم مين اللي قال لها تروح المولد؟ انتي؟ لا، انا قلت لها ما تروحش، لكن هي بقى راحت لسهام وقعدت تترجاها لغايه ما في الاخر قالت لها روحي، بس على شرط انك ترجعي بعد نص ساعه.
وهي بقالها اكتر من ساعه لغايه دلوقتي ما جاتش. يعني افهم من كده ان سهام هي اللي قالت لها تروح وهي عارفه انك رفضتي. المشكله مش في كده يا شوكت، المشكله انك لما تدي تصريح لحد من الشغالين انه يروح المولد يبقى كلهم هيجوا يطلبوا نفس الطلب. هي دي المشكله، لانك مش هتقدر ترفض، وان رفضت هيقولوا لك اشمعنى هي. دي غلطه من سهام يا امينه، ولازم انبهها للحكايه دي. ايوه يا شوكت، بس ما تنساش ان سهام دي تبقى اختك، والاخت بتبقى هي صاحبه الامر والنهي ببيت اهلها اللي كانت عايشه فيه من الاول. ما هي فعلا صاحبه الامر والنهي فيه. ازاي بقى وانت عايز تعاقبها على حاجه بسيطه عملتها؟ عشان دي حاجة انت اللي بتتصرفي فيها من ساعة والدتها الله يرحمها ما توفت، ومن ساعتها كل حاجة في البيت ده ماشية زي الساعة. مفيش داعي للمجاملة دي يا شوكت، سهام ست بيت بمعنى الكلمة، واحنا مفيش حاجة تجبرنا اننا نقعد معاها في البيت اللي هي بتعتبره بتاعها. احنا هنرجع للحكاية دي يا امينة، ده انت مراتي وسهام اختي وسعيدة معاها، وهي اللي طلبت كده بنفسها، يعني موافقة وانت كمان موافقة. انا وافقت وقتها يا شوكت علشان كنت فاكرة ان احنا هنخلف عيال وسهام تقدر تساعدني في تربيتهم، لكن بقى ده ما حصلش، مش كده يا شوكت؟ ايوه يا امينة، لكن دلوقتي انا فاضية ومش محتاجة لحد يساعدني. انا بالنسبة لي الوضع ما اتغيرش، سواء كان في عيال ولا ما فيش. علشان ما بتبصش لقدام يا شوكت، لكن صدقني انا اختك حاطه في ذهنها ان الفيلا دي بتاعت والدتها وان لها الحق فيها اكتر مني. لا مؤاخذة يا ست هان. عايزه ايه يا هنيه؟ ام فتحي الطباخه بتقول لحضرتك تحضر العشاء لسيدي البيه دلوقتي ولا كمان شويه؟ كمان شوية. طب خلصي اوام، خليكي تلحقي تطبخي شويه الباميه القرداحي. ما تقمعيهم بدل ما انت قاعده تأمري ونطيع. عيني علينا، من السنه للسنه لما تخش لنا حته لحمه ولا حته زفر. انت اللي جايباه لروحك. بطلي تبقي زي الارنبه، كل سنه عيل كل سنه عيل. يا اختي اه بكره تتعدل، ربنا كبير. تتعدل مع جوزي ده؟ الدنيا تتعدل؟ دي لو اتعدلت مع الناس كلهم لا يمكن تتعدل مع اللي ما يتسمى راجل عايش لنفسه وبس. يا جمالات يا جمالات، عبد المجيد غلبان وعلى قد حاله. هو اللي مزود الغلب على الغلب، بدل الفلوس اللي بيشرب بيها السم الهري على قلبه يصرفها على عياله، على القرطة اللي مخلفها. هقول ايه منك لله يما، وقعتيني الوقعة السودة دي. امك ذنبها ايه؟ انت اللي وكستي نفسك. العواف يا سي عبد المجيد. يا سي عبد المجيد العواف. مين؟ نعمت؟ ايوه جايبه لك الغدا. مش عايز اكل. ليه بس يا سي عبد المجيد؟ ده انت طول النهار شقيان مع القطورات. عملت ايه اكل عليه؟ ماليش قيمه خالص. يهو ازاي تقول كده؟ ازاي تقول الكلام ده يا سي عبد المجيد؟ ده اجدع قطر باشاره واحده منك بيركع وينفذ اوامرك. اوامري؟ ده انا محوالجي عامل.